طريقة طبيعية تريحك من الصداع النصفي وتقلل أعراضه. إزيكم يا جماعة، النهاردة هنتكلم عن حاجة كتير مننا بيعاني منها، وهي الصداع النصفي. لو جربته قبل كده أكيد عارف إنه مش مجرد وجع راس عادي، ده حاجة بتعطل يومك بالكامل. طيب تخيل معايا لو في طرق طبيعية وسهلة تقدر بيها تقلل منه أو حتى تخفف أعراضه لما يجي. خليكم معايا لآخر الفيديو عشان أقول لكم كل التفاصيل. في الأول عاوزين نعرف إيه هو الصداع النصفي؟ في الأول خلينا نعرف يعني إيه صداع نصفي. ببساطة هو مش صداع عادي، ده وجع بيجي في ناحية واحدة من الراس، وساعات كمان بيبقى معاه حاجات زي حساسية للنور أو الصوت، غثيان ووجع مش مفهوم. المشكلة إنه ساعات بيطول لحد يومين لو ما تعاملتش معاه بطريقة صحيحة. دلوقتي إيه اللي ممكن يسبب الصداع النصفي؟ الأسباب كتير وأهمها: واحد، التوتر والضغط العصبي، كل ما تبقى مضغوط أكتر احتمالية الصداع تزيد. 2، الأكل والشرب، في أكلات زي الشوكولاتة والجبنة القديمة وكمان مشروبات فيها كافيين ممكن تسبب صداع نصفي. 3، قلة النوم أو زيادته، نومك لازم يكون متوازن. 4، التغيرات الهرمونية خصوصا عند البنات وقت الدورة الشهرية. 5، التغيرات في الجو، أيوة حتى الجو ممكن يكون سبب مباشر. جه الوقت اللي نتكلف عن إزاي تتجنب الصداع النصفي. 10، نظم نومك، النوم الكويس هو أساس الوقاية، حاول تنام وتصحي في نفس الميعاد كل يوم. 2، خد بالك من أكلك، تجنب الأكلات اللي بتزود الصداع وزود في أكلات زي السبانخ، اللوز وبذور عباد الشمس. اشرب مية كفاية، الجفاف ممكن يكون سبب قوي للصداع، فاشرب مية على طول. 4، مارس رياضة بسيطة، المشي أو اليوجا مثلا بيساعدوا في تقليل التوتر. 5، قلل التوتر، جرب حاجات زي التأمل أو التنفس العميق عشان تهدي أعصابك. 6، استخدم الزيوت العطرية زي زيت النعناع أو اللافندر، مجرد ما تشمهم أو تدلك بيهم منطقة الصدغ هتحس براحة. 7، حافظ على الروتين اليومي، أي تغيير مفاجئ في روتينك ممكن يسبب صداع نصفي، خلي نمط حياتك ثابت على قد ما تقدر. تعمل إيه لو الصداع النصفي حصل؟ تعمل إيه؟ لو النوبة بدأت اعمل الخطوات دي. 1، اقعد في مكان هادي ومظلم، النور والصوت العالي بيزودوا الألم. 2، اشرب حاجة دافية زي الزنجبيل أو اليانسون، دي حاجات بتهدي الأعصاب. 3، استخدم كمادات برد على جبهتك، دي بتقلل وجع. 4، جرب تمارين استرخاء بسيطة زي شد وإرخاء العضلات. في الختمة، وده كان كل اللي عندنا عن الصداع النصفي. مشكلته مزعجة، بس لو اتبعتوا النصايح دي هتحسوا بفرق كبير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة، ولو عندكم أي تجارب مع الصداع النصفي شاركونا بيها في الكومنتات. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.